الاهلي بيعملوا ده، الاهلي يفوز 4-1 ومحمد شريف يصبح الهداف التاريخي للديربي النادي الاهلي والزمالك تساوي مع ابو تريكه. تخيل محمد شريف اللي ما بيلعبش، الاهلي عمل جيم من اروع واجمل مطوشه على الزمالك، سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني. تقول يا عم الشوط الثاني ما يلعبش وكان بايظ خالص، يقول لك يا باشا ده تكتيك. لو بصيت لنص الملعب النادي الاهلي اللعيبه مش بتتحرك، يا باصي عملت باصي بينها وبين بعضها بس، كان حاول ماسك نص الملعب. وتخيل مع كميه عدم وجود لعيب في نص الملعب من النادي الاهلي ومع تغييرات ونزلوا التكايه اللي جماهير اغلبيه الجماهير مش عارفاها، رامي ربيعه اللي قفل ظهر الاهلي من ورا خط النص. ده حاجه. الحاجه الثانيه، هل الاهلي يمتعنا برباعيه امام الزمالك؟ الزمالك اللي اصلا مش شايف، بيتشطر على مين؟ بيتشطر على مغول العرب، فيوتشر، بيتشطر على الفرق التعبانه دي يا جماعه مع احترامي لها. بس يجي قدام الاهلي مفيش والله ما في. ده فاتح الملعب على البحري. كولر فرجه. كولر لو كان مكمل في الشوط الثاني هجوم زي ما عمل في الشوط الاولاني، كان فتح على الرابع، كان جاب 6 ولا 7. بس هو ما حبش يهين الزمالك اكتر من كده، اخره 4 بس يا جماعه، وما كانش عامل حساب الرابع. هم اللي قالوا احنا يلا نروح نجيبها كده على البركه. تخيل الاهلي 4 كده بقى، يبقى الدوري فوز بالدوري، متعه ثانيه. سلام.